عبارة قالها السيد المسيح في إنجيل النهاردة. يقول إيه؟ إن كان أحد يأتي ورائي، كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. دي المرة الوحيدة اللي اتكلم فيها المسيح عن البغضة. يعني في طول الكتاب المقدس ما عمرناش سمعنا المسيح قال ابغض حد. ده معروف عنه انه بيتكلم عن المحبة بكل انواعها، حتى محبة الاعداء، قال حبوا اعدائكم. ازاي النهارده يجي بقى يقول اللي هيحب يجي ورايا لازم يبغض اباه وامه واولاده واخواته حتى نفسه؟ تعال نعرف الموضوع بالظبط ايه. الانجيل ده يسموه انجيل حساب النفقة، انجيل مشهور قوي اسمه انجيل حساب النفقة. ويقولوا ان الانجيل ده بيتذكر حوالي 10 مرات في السنة، يعني بيتقرا كتير. لو تركزوا شوية في الأداديس وفي العشيات تلاقوا ان هذا الانجيل بيتقرا كتير جدا، ويتقرا في عيد الصليب في اليوم الثالث، ويتقرا لما يبقى في نياحة أحد القديسين اللي عاشوا فوق الأعمدة. يمكن اللفظ ده يكون غريب شوية عليكم. بعض القديسين وصلوا إلى درجة إنه عايز يعني يبعد عن العالم كله فيعيش فوق عمود. تخيلوا، ليل ونهاره قاعد فوق عمود، ما بينزلش من فوق خالص. النهارده كان أحد القديسين دول اسمه سمعان العمودي، فيقروا هذا الإنجيل، ويتقرا كمان مرة تانية في استشهاد الأنبا موسى الأسود. إيه بقى الموضوع؟ هو فعلا المسيح قال تكره أبوك وأمك؟ يعني لو واحد بيتلكك شوية أما يقرأ الإنجيل ده ويسمع يروح يقول أهو المسيح قال اكره أبوك وأمك واكره زوجتك واكره زوجك، ويبقى عندها حجة وعنده حجة إنه يعيش بقى في الكره. لا، هو المسيح على فكرة ما كانش يقصد كده خالص. اللي حصل إن الناس ماشية ورا المسيح، ماشية ورا المسيح. لو تسمعوا في الأول خالص يقول كان جموع كثيرة سائرين معه، ماشيين ورا المسيح. إيه دول؟ شايفين معجزات وحاجات حلوة كتير. وبعدين المسيح قبليها كان عامل معجزة ال5 خبزات فأكلهم وشبعهم. طب إيه بقى؟ قال دول اللي ماشيين ورا المسيح يهيصوا. فوقف المسيح بص لهم كده قال لهم لا، الهيصة اللي انتوا عاملينها ورايا دي مش هي دي اللي مطلوبة. خدت بالكم ازاي؟ امال المطلوب ايه يا رب؟ قال لا، مطلوب بقى اللي عايز يمشي ورايا ويدخل الملكوت بتاعي ويعيش معايا في ملكوتي. في شروط يعني لازم تمشوا عليها. ايه بقى الشروط دي؟ قال تبغض اباك وامك واخوتك واخواتك حتى نفسك. وزي ما قلت لك لو انت قريت الايه دي هتفهمها غلط لوحديها. لازم يتحط جنبها آية تانية كان ذكرها قبل كده. قال إيه؟ قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. اللي يحب أب أو أم أكثر مني لا يستحقني. اللي يحب زوجة أو زوجة أكثر مني لا يستحقني. فهمت بقى عايز يقول إيه؟ عايز أنا أبقى ليه هو لوحده. وده المبدأ الأولاني اللي حطه السيد المسيح عشان اللي عايز يمشي وراه ويتبعه. قال يترك كل شيء. يترك كل شيء. مفيش حاجة تتمسك فيها إلا المسيح. برضه هفسرها لك عشان هتطلعوا بعد الوعظة اللي يسيب بيته واللي يسيب عياله ويقول اصل ابونا قال سيبوا بيوتكم وسيبوا عيالكم، ويقول لمراته بقى ملياش دعوه بيكي خلاص انا لا، ما يقصدش كده المسيح. لكن المسيح يقصد القلب. انت قلبك متعلق بالمسيح،
هو ده اللي عايزه المسيح. مش عايز يبقى قلبك متعلق بأي حاجة تاني غيره. خدت بالك ازاي؟ عشان كده قال تحب الرب إلهك من كل ايه؟ من كل قلبك. كل قلبك دي، كل قلبك دي معناه ان مفيش حد تاني. مفيش حد تاني. لو ابويا وامي بيتعارضوا محبتهم مع محبة ربنا، لا، يبقى الطريق مش صح. خدت بالك ازاي؟ فالنهارده انا هحب ابويا وهحب امي واولادي وزوجتي وزوجي، بس في داخل المسيح، من خلال المسيح. خدت بالك ازاي؟ فانت النهارده مطلوب منك ايه؟ انا مسيحي. انتوا عارفين الحكايه دي اليومين دول منتشره، انا مسيحي وخلاص. لا، مش حاجه اسمها انا مسيحي وخلاص. مش حاجه اسمها انا مسيحي وخلاص. في حاجه اسمها انا مسيحي، ماشي ورا المسيح بجد، انا اتبع المسيح. على فكره الطريق مش هين، وانا عارف لما اقول لكم الطريق مش هين الناس هتزعل، تقول انت بتصعب علينا السكه. لا، طريق المسيح محتاج تجهز نفسك كويس وتسلح نفسك كويس. هو ده اللي عايز يقوله النهارده المسيح. ايه؟ تسلح نفسك بيه، تمسك فيه. ما يبقاش انسان جاي الكنيسه بطريقه سطحيه. يعني انا دايما اقول لكم في العظات، ويمكن تزهقوا مني في الحته دي قوي. ايه؟ دايما اقول لكم احنا بقينا نيجي الكنيسه مش عشان المسيح. ده بجد. بصوا كده حواليكم، انا باجي الكنيسه بس عشان يعني كما لو كنت بسدد خانه. ده في واحد بيجي الكنيسه عشان يتسلى، في واحد بيجي الكنيسه عشان يدور على عروسه، وفي واحد بيجي الكنيسه عشان يشتكي، وفي واحد بيجي الكنيسه عشان يشتري. طب المسيح فين بقى؟ ده النهارده اللي عايز يقوله المسيح. ايه؟ اترك بقى، سيب. المسيح مهم في حياتك جدا. طيب طب انت شكلك ايه مع المسيح؟ ما تبيعش المسيح بتاعك عشان اي حاجه. اقولها لك تاني، ما تبيعش المسيح بتاعك عشان خاطر اي حاجه. امثله كتيره جدا قد تكون تافهه في ذهنكم، لكن ليها قيمه. حاجات بسيطه قوي، وساعات تروح عليكم كده وتعدي وتقول يا ابونا ما تحبكهاش قوي كده، يعني المسيح مش متزمت قوي. لا، موضوع مش موضوع تزمت وتحبيك، لكن موضوع ان انا مرتبط بالمسيح. مرتبط بالمسيح، مفيش حاجه بقى تعوق محبتي للمسيح. فالنهارده المسيح عايز يوصل لك هذه المعلومه الكويسه. ايه؟ بتحبني؟ هتمشي ورايا؟ ايوه، عايز اعيش معاك يا رب في الابديه. طب الشرط الاولاني لازم تترك. دي التكلفه الاولى بتاعت الطريق. النهارده بقى شوف نفسك هتسيب ايه. في واحد ساب صيد، في واحد ساب غنى، في واحد ساب فلوس، في واحد ساب اهتمامات، بقى اهتمامه الاول المسيح. برضه هرجع واقول لك، مش بقول لك تقعد عواطلي وتقول اصلي بصلي وصوم. لا، ما قالش كده المسيح خالص. لكن المهم القلب موجود فين. دي النقطة الأولى. يبقى تبعية المسيح تستلزم منك ان انت لازم تترك من كل قلبك. عشان كده يعني في حاجات في الكنيسة يعني بتحتاج ترك. زي ايه؟ زي واحد مثلا بيترهبن، عايز يترهبن، او واحدة عايزة تتكرس، دي بتسيب كل حاجة وتتكرس. ده بيسيب كل حاجة ويروح الدير. دي سكة ما فيهاش رجوع. واحد دخل في الكهنوت، مش هيقعد في الكهنوت شويه وبعدين ما يعجبوش الكهنوت يقول انا مش عايز ابقى كاهن. ده احيانا يقولوا لزوجة الكاهن، يعني ساعه ما يعوزوا يرشحوا كاهن ويرسموه ويجيبوا زوجته كده ويقعدوا يقولوا لها شويه حاجات صعبه جدا، ويقولوا لها السكه ما فيهاش رجوع، ما يمكن ما تشوفيش ابونا كتير، ابونا هيبقى مشغول، ويقعدوا يقولوا لها شويه حاجات كده عشان يقولوا لها ان السكه دي سكه واحده، طريق واحد، وطريق مش سهل. فالنهارده انا مدي نفسي للمسيح، يبقى ادي نفسي بكل قلبي. ما تخليش حد بقى مشترك مع المسيح جوه قلبك. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المسيح بيقول في شرط التبعية دي من انك تمشي وراه، تحمل صليبك. ودي بقى لازم تفهمها كويس. ليه؟ لأن احنا أغلبنا فاهمين بدام أنا
مؤمن بالمسيح وماشي معاه، تبقى حياتي هتبقى آخر سعادة وآخر جمال، ومفيش مشاكل ومفيش احتياجات ومفيش مصاعب أبدا. ما قالش كده المسيح خالص، ده قال العكس. عارفين قال إيه؟ صحصحوا بقى معايا، شكلكم كده إيه؟ سيكون لكم ضيق. فيقف الإنسان المسيحي مستغرب، إيه ده؟ هو ده تمن معرفتي بالمسيح، سيكون لكم ضيق. هو دي السكة. السكة إيه؟ السكة كلها ضيقات وكلها مصاعب. سيضطهدونكم، تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم إيه؟ خدمة لله. شوف بقى إزاي؟ إيه ده؟ ده المسيح يقول عليه حمل الصليب. هو أنت هتسيب المسيح يشيل الصليب لوحده؟ تشيل معاه. فيقول كده اللي يحبني يشيل معايا الصليب. وبعدين في واحد بقى مش عاجبه ايه؟ يتذمر. المسيح يديله صليب صغير كده، صليب صغير، مش هقول لك صليب كبير، وبعدين يبتدي يتذمر بقى. يا حبيبي ما انت بتحب المسيح. ايوه بحبه، بس مش لازم بقى يديني الحاجات دي، الحاجات دي صعبة مش بتاعتي. فيبدأ يتذمر ويقول انا بحبه بس بلاش الصليب. ما ينفعش، ما ينفعش انك تمشي ورا المسيح من غير ما تشيل معاه صليب. فالشرط الاول تترك، والشرط الثاني تشيل مع المسيح الصليب. طيب امال ايه حساب النفقه ده بقى؟ ايه بقى حساب النفقه اللي كنا بنقول عليه؟ لو حبيت تعمل مشروع بتعمل ايه؟ ده في ناس كتير من اللي قاعدين عندهم مشاريع، صح؟ بتعملوا ايه في المشروع؟ ما تحب تعمل مشروع تعمل ايه؟ ايوه شكرا. دراسة يسموها دراسة جدوى. ايه دراسة الجدوى دي؟ المشروع اللي هعمله ده مفيد ولا مش مفيد؟ طب ده عايز تكاليف قد ايه؟ لازم تحسب التكلفة. احنا بالمناسبة يعني بنبني في الحتة اللي هنا دي اللي انتوا عارفينها، خدت بالكم ازاي؟ فنقعد قبليها نحط كده دراسة جدوى، نشوف ده هينفعنا ولا مش هينفعنا، المبنى ده هيتكلف قد ايه، هياخد مننا مجهود قد ايه، محتاج قد ايه. فيقول المسيح لما واحد يحب يبني لازم يعمل كده، يشوف النفقة، حساب التكلفة هتكون كام، لألا يبتدي يبني وبعدين في النص يعمل ايه؟ ما يلاقيش يكمل. فأنت كمان في حياتك الروحية محتاج تعمل حساباتك. ماشي مع المسيح ازاي؟ هتوصل الأبدية ازاي؟ ايه اللي يوصلك السماء؟ لازم تسأل نفسك ايه اللي يوصلني للسماء؟ مجرد باجي كنيسة وبمشي وخلاص ولا ايه؟ لا، دي عايزة جهاد وعايزة تعب. بيقول ملكوت السماوات ايه؟ يغتصب، يعني يتاخد بالايه؟ بالقوة. مفيش لا متهاونين ولا متكاسلين ولا متراخين يدخلوا ملكوت السماء. يعملوا ايه؟ المسيح يقول اعمل بيهم ايه؟ المتكاسل والمتراخي اعمل بيه ايه؟ فانت تعمل حساباتك، حساب النفقة، وتشوف اخش السماء بايه. فقال لنا المثل بتاع البنى ومثل ايه؟ الحرب. النهارده تحط لنفسك كده هذا النظام، هو انا هخش السماء ازاي؟ بالمسيح. طب اعمل ايه؟ لازم اسيب في حاجات كتير بحبها مش قادر استغنى عنها، لا دي ما تمشيش مع المسيح. دور كده على رغباتك، حاجات كتير انت بتحبها سيب بقى من اجل المسيح. قول ده من اجل المسيح هترك واترك واترك، من اجل المسيح هلتصق بيه جدا وامسك فيه، وممكن اسيب كل حاجة من اجل المسيح.